السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وحشتوني، ونعود إليكم من جديد في الحلقة الثالثة من الأنمي الرائع طوكيو ريفنجرز. وبيبدأ الأخ الصغير بيعتذر لشيبا بأن التاكاميتشي ما يعرفش أن المكان ده تابع للتنين الأسود، والأخت الصغرى اللي هي يوزوها لسه هتحاول تناقش مع أخوها الكبير شيبا تاخد بالقلم هي كمان. ويبدأ شيبا بفشخ تاكاميتشي بنفسه ويعدمه العافية، وتتدخل هيناتا في محاولة توقيف شيبا عن قتل بطلنا. وهنا يقرر هاكاي انه هيسيب تومان علشان يخلي اخوه يتوقف عن ضرب بطلنا، وانه سينضم الى التنين الاسود. وبالفعل يا صديقي بيسيبه ياخد بطلنا للمستشفى علشان يتعافى ويسترد طاقته. ويبدا يا صديقي بيفكر في اللي قاله له كاتوتورا ان هاكاي هيقتل اخوه شيبا في المستقبل، وان لو ده حصل وقتل اخوه وانضم بعديها لتومان ده هيحقق المستقبل اللي هما بيهربوا منه اساسا. وفضل يفكر بطلنا هيعمل ايه، ويتفاجأ بطلنا ان شلته كلها قاعدين بيلعبوا كوتشينه جنبه، وان كمان تشيفويو موجود في المكان. ويشرح لهم تشيفويو قوه عصابه التنين الاسود الا وهي فرقه جرائم القتل. وطلب بعديها تشيفويو من تاكاميتشي انه يتكلم معاه على انفراد، وهنا اعترف له تاكاميتشي بكل حاجه، وانه يعرف يرجع للماضي وكده، وانه جاي ينقذه من مقتله على يد كيساكيتيتا. لكن بعديها قال له تاكاميتشي انه بيضحك وبتاع وقفل على الكلام. لكن يا صديقي وحضر نفسك، صدقوا تشيفويو وراحوا ياكلوا، واتفقوا هما الاثنين على انهم هيتحدوا ويواجهوا هما الاثنين عصابه التنين الاسود. ويوصل بعديها تاكاميتشي وهاكاي لرؤساء تومان وعلى راسهم مايكي، وبداوا يوجهوا اتهاماتهم على هاكاي بانه جاسوس، وانه شغال مع عصابه التنين الاسود اللي بيرأسها اخوه الاكبر. وهنا نزل هاكاي على ركبته وكلم مايكي وطلب منه انه هيسيب تومان. وهنا يا صديقي اعترض تاكاميتشي على الكلام ده، لكن كله كان هيضربه. وهنا مايكي كلم ميتسويا بان هاكاي تحت قيادته وهو اللي عليه يوافق او يعترض على حته ان هو يسيب تومان. وهنا يفكر ميتسويا كثيرا ويفجر المفاجأة الكبرى ولا يسمح بان هاكاي يمشي من تومان. وهنا يا صديقي تنتهي الحلقة الثالثة من الأنمي الرائع طوكيو ريفنجرز الموسم الثاني. دوس دلوقتي بقى على المربع اللي ظهر لك ده علشان نروح للحلقة الجديدة وقت كده، يلا بينا.